7 المثاني أطلب خالدي. فن الرزح. جبنا 7 المثاني أطلب خالدي. فن من أعرق الفنون التقليدية في سلطنة عمان، ذلك الفن التقليدي القديم قدم الإنسان العماني. والرزحة هي فن السيف وفن المبارزة بين الرازفين، وهي فن الشعر والمطارحات الشعرية بين كبار الشعراء. والذي يكتسب شهرة كبيرة على نطاق واسع من الرقعة الجغرافية لعمان. ولا تزال هي وسيلة التعبير الاجتماعي لأفراح الناس وأحاسيسهم، كذلك تقام لتحية السلطان والوالي في عيد الفطر وعيد الأضحى، كما تقام الرزحة للسمر والترويح. ويقيم العمانيون الرزحة في العصر الحديث في الاحتفالات الوطنية والترحيب بكبار الضيوف الذين يزورون السلطنة. يمارس فن الرزحة في كثير من مناطق وولايات ومحافظات سلطنة عمان باستثناء المحافظة الجنوبية، فهناك فن الهبوت الذي يناظر الرزحة في مناطق وولايات ومحافظات كل من الداخلية والباطنة والشرقية والظاهرة ومحافظة مسندم، مع وجود بعض الفروق البسيطة بين ولاية وأخرى، والتي قد تبدو متشابهة لمن يراها لأول مرة، لكنها غير ذلك للباحث والدارس لها. والوقت يزحمنا بالصلاة لا للعود هي رزحة لا للعود أي الكبير، كما يطلق عليها في بعض الأماكن في عمان، وهي الرزحة الكبيرة لأنها رزحة الكبار من الرازحين، وهي رزحة الكبار من الزافنين بالسيف المتبارزين، وهي كذلك رزحة الكبار من الشعراء يتطارحون الشعر في المدح والفخر، وخاصة الأحاجي والألغاز. الإيقاع في رزحة لا للعود ثلاثي وإيد يتميز بالوقار لينسجم وحركة المشاركين فيها. يصيح طبل الرزحة فيجتمع الرجال، يلقن الشاعر أحد الصفين المتقابلين نص الشل شعرا ونغما بعد تنغيم كلمة اللال. القصافي هي رزحة سريعة الإيقاع يبدأ بها لقاء الرزحة، فالإيقاع فيها سريع بسيط سواء كان إيقاع ثنائيا أو ثلاثيا. تؤدى القصافية في صفين متقابلين، يقوم ضارب الآلات الإيقاع بالحركة بين الصفين،
ويتبادل الصفان الغناء بشلة واحدة يرددها الصفان على التوالي. الأصل في القصافية أن يكون لها طبلان، الكاسر والرحماني، غير أن ذلك لا ينطبق على كل مناطق وولايات سلطنة عمان. والشعر في القصافي قصير البحر والتفعيلة، وأغراضه عادة ما تكون في الفخر والمدح والشجاعة والإقدام، وقد تكون في النصح والإرشاد،